الغضب ما هو إلا السطح، تحت في الأعماق في جذور جرح قديم موجود عندك، هو اللي عامل لك الغضب اللي بيظهر في حياتك بشكل مبالغ فيه. فالغضب مثلا بيعكس مشاعر زي مثلا الخوف، جزء جواكي مثلا في خوف او احساس بعدم تقدير او احساس بعدم اهتمام او احساس بعدم حب، كل دي حاجات بتعكس الغضب. فمثلا كمثال، لو كنتي مثلا تعرضتي مثلا لموقف ان حد قل منك قدام الناس فانتي انفجرتي غضب، هنا الاحساس ده، الغضب اللي انت تعرضتي له ده هو ناتج عن احساس جواكي او موقف انت تعرضتي فيه لاهانه زمان، وما لقيتيش حد يدافع عنك او حسيتي ان انت مش كفايه، فبيظهر لك الغضب هنا عشان تدافع عن نفسك، يعني بتغضبي عشان تدافع عن نفسك في الموقف ده، لانه بيكرر لك نفس الشعور او الجرح اللي موجود جواكي. فالحل هنا ايه بقى؟ ان انت لما تتعرضي لاي موقف تغضبي فيه، اقعدي مع نفسك وتنفسي بعمق واسألي نفسك ليه انا غضبت، ايه هو اللي خلاني اغضب. هتبتدي بعد كده تجيلك افكار او مواقف من الماضي انت مريتي بيها، حللي المواقف دي هتعرفي الشعور اللي بيخليكي تغضبي في موقف زي ده. مجرد ان انت تعرفي الشعور وتعالجيه، هيبتدي الشعور ده يهدى عندك، هتلاقي ان انت بعد كده لو تعرضتي لموقف مشابه نسبة غضبك بقت اقل، مرة في مرة هتوصلي لحالة من السلام، ان انت مش هتغضبي، يعني هتعبري عن غضبك ولكن بلطف مش بشكل انفجاري.